وهي خميرة المِش، لكل الناس اللي ما عندهاش مِش وعاوزة تعمله أو ما عندهاش حد تجيب منه مِش حلو، هنعمل بقى الخميرة بتاعته بكل تفاصيله. أول حاجة معانا كمية من المُرتة تكوني مطلّعاها كده من تسييح السمنة، ومعانا كمان فلفل أحمر من القرون دي، وكمية من الشِرشة تكون شِرشة جبنة، لو ما عندكيش ممكن تجيبي من السوبر ماركت أو أي حد بتتعاملي معاه تقولي له أنا عاوزة شِرشة جبنة. هاطلع بقى على النار بشوية المُرتة بتاعتي دي، وأحطهم في حلة وأبدأ أقلِّب فيهم، أنا عاوزة أغمّقهم شوية، طبعًا حضرتِك وأنتِ بتسيّحي السمنة ما بتغمّقيش المُرتة بتاعتِك أوي، عشان السمنة بتاعتِك ما تغمّقش، فهي طبعًا إحنا بناخدها ونغمّقها شوية، لإن أنا عاوزة لونها يبقى غامق، كل ما اللون بيبقى غامق شوية، كل ما تدّيني لون حلو أوي للمِش، فبابدأ بقى أقلِّب فيها كده وإيدي فيها واحدة، واحدة لحد ما تغمق معايا. في الوقت ده بقى أنا هاجيب كمية الفلفل بتاعي، وهابدأ بقى آخُد نُص الكمية دي الأول، وهاحطها مع شوية شُرشة من اللي أنا وريتها لِك دي، وهاضربها في الخلاط، عشان أنا هازوّد بيها على المُرتة وأنا شغّالة معاها. بصراحة يا جماعة أنا استعملت نُص كيلو الفلفل ده كلّه، لإني أنا استعملت الأول الربع كيلو، وبعد كده حسّيت إن لونه كده ما مش يعني مش مدّيني اللون اللي أنا عاوزاه، أو الحرقان يعني إن هي تبقى حرّاقة كده، فاستعملت بقية الكمية كلّها. رجعنا بقى للمُرتة، بُصّوا بدأت لونها يتغيّر معايا إزاي، زي ما حضرتِك شايفة كده إيدي فيها على طول وباقلِّب فيها عشان طبعًا ما تتحرقش منّي، لحد ما تغمق وأوصل للون اللي أنا عاوزاه، هابدأ بقى أزوّد كمية آمم الفلفل الحراق اللي أنا ضربته ده واحدة، واحدة كده وخلّيكم معايا عشان هي يعني إيه، ليها خطوات عشان تطلع معاكِ الخميرة بتاعة المِش مضبوطة جدًا. إحنا ليه بنعمل الخميرة دي؟ لإن طبعًا في ناس كتير بيبيعوا المِش بس بيبقى مِش مغشوش مش حلو خالص، لكن أنتِ لو عندِك حد بتجيبي منه في الفلاحين مثلًا أو أنتِ في قرية أو حتّة كده ضامنة المِش بتاعها، هتجيبي الخميرة بتاعتها دي اللي هي هتزوّدي عليها، لكن أنا باعمل الخميرة من أصله، من الأساس، عشان بعد كده أبدأ أزوّد عليها وتبقى عندي موجودة وتقعد معايا بالسنين، وأبدأ أحُط فيها الجبنة اللي أنا عاوزاها